عن تجربة شخصية وتجارب كتير جدا الواحد شافها في حياته الفترة اللي فاتت، كل واحد ان هو يسعى ان هو يتطلع للافضل. الافضل في المعيشة، الافضل في التعليم، الافضل في الشغل، الافضل في الوظيفة، الافضل في الاجر. كل ده طالما كل الكلام ده بيتم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، يبقى الموضوع ما فيهوش اي جدال واي حاجة تمنع ان الشخص ان هو يبدأ ياخد الخطوات الفعالة ان هو ينفذ تطلعه وينفذ اهدافه. لو اتكلمنا في الاساس على موضوع التعليم والشباب اللي بيطلع يتعلم بره مصر او بره وطنه، الوطن لما يبقى زي الأوطان العربية بتاعتنا، فيها تقاليد متمسكين بيها، فيها تربية معينة، فيها تمسك بالدين، فيها حاجات كتير جدا بتخلق نوع من أنواع الانضباط، انضباط ديني وانضباط أخلاقي وانضباط في كل شيء في الحياة، وأسري واجتماعي وكل حاجة. دايما بنقول وبنوجه النصيحة السريعة دي، إن أنت لو تملك الثوابت الدينية والأخلاقية والتربوية والأسرية اللي تخليك تحافظ على نفسك وأخلاقك ومبادئك ودينك وتربيتك وكل حاجة في أي مجتمع مهما كان شكله، خد الخطوة اللي انت بتتمناها، ان انت تطلع تتعلم بره، ان انت تطلع تشتغل بره، ان انت تطلع تعمل بيزنس بره، اللي انت عايزه. اهم حاجة يكون عندك الاساس من الثوابت، ويبقى عندك المقدرة ان انت تتمسك بهذه الثوابت. لو قدرت على كده توكل على الله. لو حسيت ان انت هتفتح صدرك بقى وانا قد اي حاجة، في مغريات ما بتبقاش طبيعية، في مغريات بتبقى فوق مستوى. مش لازم مغريات من اللي ممكن تيجي في ذهننا من حاجات مثلا يعني خارجة مثلا او خلافه، لا، في حاجات بتغير الشباب، بتخلي اخلاقياتهم تختلف، بتخلي افكارهم تختلف، بتخلي القيم الاسرية والتربوية اللي هم اتربوا عليها تنهدم وتختلف. بيبقى معاملتهم مع عائلاتهم مختلفة، مع اخواتهم مختلفة، مع ابهاتهم، مع امهاتهم، مع اي حد، في مقابل ان هم انتقلوا لحياة الماديات فيها اعلى، الامور دي عندهم منهدمة مش موجودة. فبالله عليكم، بالله عليكم، ثوابت تقدر ان انت تتمسك بيها، تقدر ان انت تقاوم المتغيرات التي لا تناسب دينك، لا تناسب اخلاقك، لا تناسب طريقة تربيتك، لا تناسب البيت اللي انت خرجت منه. اوكي، توكل على الله، هتروح سالم غانم، هتوفق في اهدافك، هتنجح، هتحقق كل اللي انت عايزه ان شاء الله بامر الله سبحانه وتعالى، وترجع بلدك تفيد بلدك وتفيد نفسك بشكل افضل بكتير جدا حتى من اللي انت هتتمناه، لان ربنا سبحانه وتعالى هيكون معاك لما انت تكون معاه. دمتم سالمين.